طول عمر في بين كريستيانو وميسي منافسه بره الملعب وجوه الملعب، سواء كان في تصريحات او سواء كان في ان اللاعب ده افضل من ده، او اللاعب ده بيساهم مع منتخب بلده، او اللاعب ده بياخد اجر بالشيء الفلاني. حتى عدد بيع التيشيرتات بتاعته بتفرق وعامله منافسه بين الاثنين لعيبه. احنا النهارده هنتكلم عن ان ميسي ليه اختار الدوري الامريكي على الرغم من ان اتقدم له عرض قوي جدا من الدوري السعودي، عرض من نادي الهلال. انا من وجهه نظري او من وجهه نظر اي لاعب تاني، العرض ده مستحيل ان حد يفوته. كل ده هنتكلم عنه في الفيديو بتاعنا. قبل ما نبدا فيديو النهارده، لو انت اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا كلنا شفنا ان كريستيانو رونالدو لما انتقل لنادي النصر في الدوري السعودي عمل ضجه كبيره، لدرجه ان بعض اللعيبه حتى لو سنها صغير برضه بقت بتنتقل للدوري السعودي، على الرغم من انهم يقدروا يلعبوا في اوروبا في اكبر الانديه، وكمان هياخدوا مبلغ مالي مقابل اللي هم هيلعبوا بيه مش قليل. على الرغم من كده برضه بقينا بنشوف ان كل اللعيبه بدات تروح تجاه الدوري السعودي اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، ومن وجهه نظري ان الدوري السعودي هيبقى في مكان تاني. بس ليه ميسي ما اختارش انه يروح الدوري السعودي، دوري موجود من زمان ليه تاريخ، واختار ان هو يروح دوري الامريكي اللي انا من وجهة نظري مش شايفه هيبقى بقوة الدوري السعودي حاليا، على الرغم من ان امريكا هتستضيف الكوبا امريكا 2024 وكمان كاس العالم اللي هيبقى بينها وبين كندا والمكسيك 2026. انا من وجهة نظري شايف ان دي فرصة، او ده خلى ميسي يتجه ان هو يروح يلعب في نادي ميامي، لدرجة ان هو عنده بيت اصلا في المدينة ديت. ودينا شفنا الفترة اللي فاتت في فيديوهات بدأت تنزل على السوشيال ميديا ان ميسي بيتمشى عادي، موجود في سوبر ماركت او موجود في مول، ماشي عادي خالص هو واسرته، بيعمل شوبينج من غير ما حد يضايقه، من غير ما حد يتصور معاه، على الرغم من ان هو في اوروبا او في اسبانيا ما كانش بيقدر يمشي على رجله، ما كانش بيقدر حتى يتحرك بالعربيه بتاعته من كتر ما الناس بتبقى موجوده حواليه. احنا النهارده شفنا فيديوهات موجوده في كل حته على السوشيال ميديا، هو كان ماشي في السوبر ماركت او في المول والولد الصغير معدي من جنبه، حتى ما فكرش انه يتصور معاه ويقول ده ميسي. هو اول حاجه عملها اول ما انتقل وعاش في امريكا كسر اشاره مرور، وما حصلش اي حوادث ولا اي حاجه. بس هو لدرجه ان في تصريح قبل كده قال انا كان نفسي اكون شخص مجهول، وده اللي انا عايز اوصله لمعظم الناس. في ناس كتير قوي حلمها ان هي يبقى حد مشهور وحد الناس يتكلم عنه، وان حد يفضل اي طول ما هو ماشي الناس تبقى عايزه تتصور معاه. على الرغم من كل ده، الناس اللي ماشيه في الشارع عادي هم بالنسبه للعيبه المشهورين دول بيعملوا حاجه صعب جدا هم يعرفوا يعملوها. هم دول ده بيحسد ده على ده وده بيحسد ده على ده. نرجع للموضوع بتاعنا، وان ليه ميسي اختار الدوري الامريكي اللي هو من وجهة نظري الدوري الامريكي النادي اللي هو انتقل فيه يا دوب عمره بس 3 سنين او 5 سنين. النادي اتأسس من سنة 2018، كل اللي عمله ان هو حقق مركز 12 في الدوري، ده اقصى حاجة عملها النادي. ايه هي فكرة النادي؟ فكرة النادي جت لما اللاعب ديفيد بيكهام انتقل للدوري الامريكي سنة 2007. كان في بند في العقد بتاع اللاعب ديفيد بيكهام بينص ان هو يقدر يشتري نادي او يملك نادي في الدوري الامريكي مقابل 25 مليون دولار. ساعتها لو اتكلمنا ساعتها في 2007 هيقول لك لا ده الرقم ده كبير، بس احنا بنتكلم في 25 مليون دولار ساعتها. دلوقتي هو بيكهام عنده النادي بيلعب دوري المحترفين، النادي ما حققش اي حاجه، واقوى حاجه عملها كان ان هو كسب مثلا فريق زي لوس انجلوس جالاكسي او سياتل او الفرق اللي هي بقى لها فتره بتلعب او بتاخد الدوري الامريكي. وعلى كل ده انا شايف ان ميسي قرر ان هو بعد مسيره طويله كلها ضغوطات واحتراف وجمهور واخبار والناس متابعاه، ان هو يروح يلعب كوره للمتعه. حتى هو كمان صرح لده، هو قال الدوري الامريكي قوي وانا جاي اساعد فرقتي انها تاخد الدوري، بس انا جاي هنا عشان العب كوره من غير ضغوطات. دلوقتي احنا شفنا الدوري الامريكي هو نظامه صعب شويه. انا مش شايف ان هم عاملين مجموعتين تقريبا، مجموعه الشرق ومجموعه الغرب، كل فرقه بتلعب 34 مباراه. بعد كده من الاول للسادس تقريبا بيلعبوا ادوار نهائيه او بيلعبوا بلاي اوف تقريبا، لحد ما بيبقى في بطل للدوري. انا ما اعرفش ليه ساب كل ده وساب كل الضجه اللي هتبقى حواليه لو كان انتقل للدوري السعودي اللي كان هيكون فيه منافسه كبيره جدا، خصوصا ان نادي الهلال ونادي النصر زي نادي مثلا برشلونه وريال مدريد، او زي مثلا الاهلي في مصر والزمالك، او زي مثلا السيتي واليونايتد او تشيلسي وتوتنهام في انجلترا. فانا مش عارف هو ليه اختار ينتقل للدوري الامريكي، على الرغم من ان كان هيبقى عنده شعبيه كبيره جدا، وفي الوطن العربي في ناس بتحب الكوره بطريقه كبيره جدا، وكان هيشوف دعم عمره ما شافه في اوروبا ولا حتى شافه مع منتخب بلده. طيب احنا دلوقتي هنبدا نتكلم عن النادي. اتاسس سنه 2018، ملاك النادي هم 4، ابرزهم ديفيد بيكهام والاخوين خوسيه، وفي راجل اعمال
اسيوي تقريبا صيني اسمه سون. هم الاربعه دول من ملاك نادي ميامي. نادي ميامي الفتره اللي جايه انا من وجهه نظري ان نادي ميامي هيجيب لعيبه لعبت مع ميسي سواء في برشلونه او في المنتخب او في باريس سان جيرمان، لان اللاعب ليه شعبيه كبيره وفي لعيبه كتير كانت بتنتقل لانديه لمجرد ان هي بس تلعب معاه. مش فاحنا ممكن نشوف في الدوري الامريكي او في فريق ميامي الفتره اللي جايه بوسكيتس، او ان احنا نشوف اللاعب دي ماريا، على الرغم من ان هو انتقل لنادي بنفيكا بس في كلام ان هو يقدر ينتقل لنادي ميامي على سبيل الاعاره. كل ده هيبان الفتره اللي جايه. كمان احنا عندنا لاعب اجويرو صرح ان هو بيقول يا ريتني ما كنت اعتزلت كوره، بس انا اعتزلت نتيجه ان انا عندي مشاكل صحيه، ده اللي خلاني اعتزل كوره. طبعا بانتقال ميسي احنا ممكن نقول ان الدوري الامريكي هيبقى قوي، والدوري الامريكي هيبقى فيه منافسه، وهيبدا لعيبه كتير تيجي الدوري الامريكي زي ما كريستيانو انتقل للدوري السعودي، وفي لعيبه كتير بقت تنتقل للدوري السعودي. كل ده هيبان الفتره اللي جايه، خصوصا ان ميسي هدفه الاول والاخير ان هو يعيش حياته براحته، ينزل يتمشى مع اسرته، يخش مول، يدخل سينما من غير ما الناس لما حواليه ومن غير ما ماشي زحمه. كل ده طاره نتيجه ان هو بقاله سنين عايش في اوروبا ومضغوط والكاميرات متسلطه عليه ومش بيقدر ينزل يتمشى في الشارع، ده حتى ان هو في العربيه بتاعته مش بيقدر يتحرك. نادي ميامي اول مشاركه ليه في الدوري الامريكي للمحترفين كانت سنه 2020 وخسر الماتش 1-0 قدام لوس انجلوس جالاكسي. بعد كده الموسم ده لعب فيه 24 ماتش، كسب 7 خسر 13 تعادل الباقي. افضل موسم ليه كان موسم 2022 اللي انهى الدوري في المركز ال 12، لعب 34 مباراه، كسب 14 خسر 14 تعادل الباقي. كل اللي احنا بنتكلم عنه نادي بيلعب في الدوري الامريكي، اللي احنا برضو عايزين نعرف الناس ان الدوري الامريكي كرة القدم عموما في الدوري الامريكي او في امريكا عموما مش هي اللعبة رقم واحد، في العاب تانية زي الباسكت بول تقريبا، وفي كمان العاب زي المصارعة والعاب تانية هي اللي بيبقى ليها الاولوية زي البيسبول والجولف والحاجات دي. فاحنا هنشوف الفترة اللي جاية الدوري الامريكي هيقدم لنا ايه، خصوصا ان انا زي ما قلت قبل كده الكوبا امريكا وكاس العالم هيبقى بالاشتراك مع المكسيك وكندا في كاس العالم اللي هيكون في 2026، والكوبا امريكا اللي هتبقى في 2024 اللي ميسي بص لها بطريقه تانية وقال ان ده زي حاجه يلعب في نفس البلد اللي هو محترف فيها، يلعب بطوله اللي هتبقى مع المنتخب بتاعه اللي احتمال تكون الاخيره مع في ارض او في البلد اللي بيلعب فيه فرقته اللي هو محترف فيها. حاجه اخيره حابب اتكلم عنها دلوقتي، اللعيبه اللي هي زي ميسي وكريستيانو اللي بيبقى عليهم كلام كتير على السوشيال ميديا، ولا ده احسن من ده وده فات بلده وده مش عارف عمل ايه، اللعيبه دي زيها زي الماركه او زي البراند او زي الشركه، عباره عن اسم او شركه متناقله. اللعيبه دي زيها زي المؤسسه او زي النادي الكبير اللي ليه شعبيه كبيره، او زي مثلا منتخب كبير محقق بطولات في كاس العالم. اللعيبه دي عباره عن شركات متحركه ما بيعملوش اي حاجه كده وخلاص، في ناس بتدير الشركات دي زي الوكلاء بتوعهم او الناس المسؤولين عن كل عقودهم اللي بيمضوها او الحاجات اللي بتبقى مجرد هو واجهه اعلانيه فيها او ايا كان. الناس دي مش بتتحرك كده وخلاص، الناس دي وصلت في مستوى تاني خالص. كل اللي بقى بيعملوه دلوقتي ان هو عباره عن اسمه زي علامه تجاريه او زي حاجه تقدر تروج بيها، ان انت مثلا لو عايز تعمل مشروع كبير او عايز تعمل نادي زي ما احنا شفنا في الدوري السعودي. كريستيانو لما انتقل للدوري السعودي، الدوري السعودي بقى في منطقه تانيه خالص، بقى ليه شكل تاني، في لعيبه كتير قوي جت للدوري السعودي. نفس النظام هو من زمان كان في اللعيبه بعد ما تيجي تعتزل بتيجي للدوري الامريكي، بس من بعد ما انتقل ميسي الموضوع هيبقى مختلف. وانا من وجهه نظري ان الدوري الامريكي الفتره اللي جايه هيبقى قوي، خصوصا ان ميسي اتجه للدوري الامريكي وكريستيانو اتجه للدوري السعودي. اظن ان الاثنين لعيبه اختاروا ان هم يعيشوا حياتهم بعيد عن الضغوطات وبعيد عن ان يبقى في منافسه بينهم اللي امتدت لسنين، اللي كان بين الاثنين في افضل لاعب في العالم، اللي ميسي وكريستيانو من اكتر اللعيبه في العالم حصلوا على الجائزه دي. وتدعمني بلايك وتعمل اشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفني. تابعني الفتره اللي جايه، هيبقى في فيديوهات كتيره قوي تخص الكوره من كل جوانبها. عايزك تعرف ان البند او كل النصوص اللي في العقد بتاع ميسي مش معروف، بس اللي اتصرح بيه او اللي الصحافه قالته هو ليه نسبه من ارباح شركه اديداس وشركه ابل، كل ده عشان ينتقل للدوري الامريكي، ده غير الحاجات التانيه في عقده اللي هي مش معروفه. طيب فوق كل ده بعد ما يعتزل هو يقدر يبقى عنده نادي بتاعه في الدوري الامريكي بعد
بعد ما يعتزل. وطبعا الناس كلها عمالة تسأل ليه ميسي انتقل لنادي أكتر لاعب لعب مباريات في تاريخ النادي ده هو 79 مباراة، والهداف التاريخي للنادي ده جاب في 3 مواسم 29 هدف. كلها أسئلة بتدور في دماغ الناس إن ليه ميسي اتجه للدوري الأمريكي.